السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بالناس الجديدة اللي بتشوفنا اول مرة. اتمنى لو بتشوفونا لاول مرة اشتركوا معايا في القناة وفعلوا زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصلك كل فيديو جديد أنا بقدمه. يلا بينا مع بعض نعمل خلطة الممبار الني في ني الجميلة الرهابة. ان شاء الله هتعمليها على طول كل يوم، مش هتشيلي هم اللي انت تعمليه. طريقة ان شاء الله هتعجبك، وطريقة سهلة خالص وبسيطة، وفي دقايق كده هتعمليه وهعرفك طريقة الحشو بتاعته سهلة وبسيطة خالص. وعايزة طعم وشكل ولون وكل حاجة، تابعيني وان شاء الله هتستفادي بالفيديو بتاعي. ما شاء الله الرز بتاعنا مفلفل ومش محص ولا معجن ولا حاجة. ما شاء الله حبيته مظبوطة جدا جدا، وهعرفك ازاي مش تكبسيه وازاي ان شاء الله يطلع معاكي جميل جدا ومظبوط بالطريقة اللي انت شايفاها ديت. يلا بينا مع بعض نصلي على النبي كده وندخل على الفيديو ونشوف الطريقة والتحضير. معايا هنا بصلتين انا مخرطهم كده على ايديا، ما بحبش خريط ما بحبش اللي انا افرمهم في الكبه، بخرطهم كده على ايديا. حطيت عليهم فلفل اسمر، معلقه صغيره فلفل اسمر، معلقه كبيره كمون. الكمون حلو جدا في الوصفه ديت. معايا معلقه صغيره بابريكا، معايا معلقه ملح، وهحط بهارات مشكله او 7 بهارات. تمام. وهحط نص معلقه صغيره قرفه. ايوه قرفه هتخلي طعمه جميل جدا. همسك بقى البصله ديت ادعكها كويس جدا جدا كده بالبهارات. لازم تدعكي البصله جدا لحد ما البصله تطرى تحت ايدك وتنزل العصاره بتاعتها كده. انا عايزاها تطرى خالص وادعكها كده. يعني خلطه الممبار اصلها اللي هي البصله بالبهارات كده، لازم تديها حقها كده. تمام. هنا بقى مجهزه قرن فلفل اخضر كده رومي، مقطعاه كده على ايديا اهوت. ومعايا هنا ربطه شبت على بقدونس، احط منها كبشه حلوه كده اهوت. حطيتش الربطه كلها، حطيت على قد ما هاخد كده. هدعك بقى البصله بالخضره بالفلفل كده، هخرطهم برضو كده. ومجهزه هنا معايا كوبايتين من الرز غسلاهم ومصفياهم، مفيش فيهم ميه خالص، متصفيين كويس. وهدعك بقى الرز كده بالخضره دي كده. تمام. ومجهزه معايا هنا بقى صلصه. الصلصه ديت انا ضربها في الخلاط ومسبكاها بمعلقه زيت بس، مش اكتر، لان انا ما صفتهاش ولا عملت فيها اي حاجه ولا محطوط فيها بهارات خالص، يا دوبك بتسبكها بس عشان مش عايزه فيها سوائل. تمام. خلطه الممبار الني في ني دي بتبقى جميله جدا يا بنات، وبتقلب المكان ما شاء الله بتخلي طعم الممبار جميل جدا. هحط كمان لسه معلقتين من الزيت كمان اهوت، 3 4 معالق من الزيت كل ما يكون كويس معقول كده بيبقى اكله خفيف، وبيبقى حبيته فلفله وكده ما بيعجنش مني. كده الخلطه بتاعتنا جاهزه معانا اهيت. هدوقها بس كده، لو محتاجه ملح محتاجه اي نوع بهارات اي حاجه ببدا ازود لها تاني. حطيت لها تاني ربع معلقه صغيره فلفل اسمر اللي كانت موجوده عندي كانت مخلصه، وحطيت لها بهارات مشكله كمان، ولقيت الملح بتاعها مظبوط وكل حاجه مظبوط. هبدا بقى احشي معانا بقى الخلطه بتاعتنا جاهزه اهيت في ثواني كده، طول ما نقف على الرخامه في ثانيه عملتها، ما خدتش معايا وقت. لو عندك معلقه صلصه جاهزه حط كمان معلقه صلصه جاهزه هتعزز لك اللون بتاع الطماطم وكده. تمام. انا حطيت هنا رشه ملح كمان. هنا بقى بمسك الممبار كده بين ايديا الاتنين كده، ومش بتكبسيه خالص، انت يا دوبك بس بتحطيه بس كده اهوت، وبتبدأ تنضفيه وتخليه كده. ايوه كده اهو، شايفه مسطح خالص اهوت، ما بيبقاش ملال لان لسه الرز بتاعنا ني ني، والرز بتاعنا لسه حصى وكده لسه هيزيد ولسه عشان ياخد راحته جوه ويستوي جوه. بلاش تكبسيه قوي. تمام. انا هنا كنت كنت خلاص قربت اخلص، بس كان التليفون بتاعي فاصل شحن، فقلت اصور لكم اخر بس 2 منبار كده عشان خاطر تشوفوه. انا مببقاش كبساه، رخا ما بنزلش رز كتير في الشوربه ولا حاجه، وببقى منضفاه كده حلو كويس. وبتنقع الممبار ازاي بدقيق وملح وليمون وشويه كمون وشويه خل، بيبقى معاك جميل، مفيش فيه اي زفاره ولا حاجه. اهم حاجه بس نضفيه كويس. ابدأ بقى نضفي اللي عليه كله كده، ونضفي ايديكي بقى كده. وده شكل الممبار بتاعنا اهوت. يلا نروح على البوتاجاز، حاطين حله ميه سخنه على البوتاجاز. تعالوا نشوف هنحط فيها معايا هنا حله الميه السخنه اهيت، لازم الميه الممبار تكون بتغلي. حطيت فيها بصل وطماطم وجزر، وحطيت 5 فصوص حبهان. تمام. هبدا بقى امسك الممبار بتاعنا كده، بمسكه كده من الجنبين الفوقانيين واقوم مسقطاه على طول في قلب الميه. هو اول ما بينزل بيكش عامه كده بنكمش لوحده كده. تمام. اهوت. ما شاء الله طريقته جميله جدا يا بنات، وما خدش في ايديا ثواني، ما فيش على طول. اهم حاجه بدل الممبار انت شايلاه في الفريزر نضيف ومنقوع ومية مية، خلاص ما تشتليش هم اعمله خالص. بتطلعيه بس من الفريزر، وبتعيدي عليه برضو تنظيف كده
وتنقعيه تاني بالخلطه بتاعه النقع بتاعك عشان بس الريحه ولا كده، وبس بتلاقيه نضيف معاك. وبتعملي بقى الخلطه بتاعتك نيه في نيه كده على طول، ما بتاخدش معاك وقت خالص. دي شكله اهو يا بنات بعد ما نزل كده في الحله. بنكمش كده وبيقفل على نفسه كده تمام. هنا بقى كنت بختبر واحده كده بعد مرور نص ساعه، لقيتها ما شاء الله استوت وجميله جدا اهوت، وحبيتها كانت جميله وحبيتها مظبوطه. اهم حاجه ما تكبسيش الممبار قوي، خليه بس ايه مفرغ خالص، عشان خاطر هو لسه الرز بياخد وقته لسه في السوا ولسه بيزيد وكلام من ده تمام. ده شكل الممبار بتاعنا اهوت. شكل الممبار اهوت. هبدا بقى ايه اصفيه كله واحط بقى ايه طاسه على البوتاجاز كده، طاسه زيت عشان احمر الممبار واوريكم شكله بقى كده في الاخر كده. لازم تنشليه كده من الشوربه وتسيبيه ايه يبرد شويه عشان خاطر ما يبقاش في شوربه يطرطش عليك وانت بتقليه تمام. ده شكله اهوت. يلا بينا نروح بقى الزيت بتاعنا سخن، ننزل بقى واحده بواحده كده من جنب كده، بلاش نطرطش، وتكونوا منضفاه حلو من الرز من بره، لان الرز اللي بره ده هو اللي بيبقى ايه سبب في طرطشه وسبب اللي انت ممكن ايه الزيت يعورك وكده. ده شكله بعد ما اتحمر بياخد لون بسرعه يا بنات، ما بيغيبش على البوتاجاز، بياخد وقته بسرعه. ما شاء الله. اكمل بقى الدور بتاعي اهوت. انا ما كانش معايا كميه قوي يعني، كانش يدوبك معايا تقريبا يعني، دي بس الكميه اللي كانت معايا، ما كانش معايا الا دول بس، لان دي من كانت تكمله من اكله العيد. انا كنت عاملاها اكله العيد وكده، فدي كانت تكمله من اكله العيد بس. ما شاء الله يا بنات. بقى اكمل بقى اكمل بقى اللي فضل معايا ما شاء الله. ده شكله اهوت يا بنات، بياخد لون بسرعه، خلي ايدك فيه على طول، ما ينفعش تعمليه مثلا وتنسيه كده تلاقيه احمر معاك وخد لون بسرعه. لون ذهبي جميل جدا يا بنات ما شاء الله، طريقته جميله جدا ومستوي وجميل مية مية كده يفتح النفس اهوت. جميل جدا يا بنات، ما خدش وقت خالص معانا. اتمنى تجربوه، واتمنى ان شاء الله الطريقه تعجبكم باذن الله، وتشاركوا كده على الفيسبوك كده، وتدعموني كده بالاشتراك وباللايك وكده يعني. شايفين ما شاء الله، مهما تاكلي بقى منه ما بتشبعيش منه، بيبقى جميل جدا وما شاء الله ربنا يبارك، بتبقى حلو اكله جميله. انا عندي اولاد بيحبوه جدا وما شاء الله فعلا بيبقى جميل. الخلطه بتاعت نيه في نيه ديت، ولا تسبيك بقى صلصه ولا تسبيك اي خلطه ولا كلام من ده، لا هي كله نيه في نيه كده، بيبقى اكله جميل جدا واكله حلو وبيبقى خفيف في المعده اساسا، ما بيبقاش فيه بالسبك ولا بيبقى اكله تقيل ولا كده يعني، مهما تاكل منه بيبقى جميل وخفيف كده على المعده، لان احنا ما سبكنيش فيه حاجه خالص. ما شاء الله طعمه جميل جدا، والبصله اللي هي النيه اللي احنا حاطينها عطياله طعم جميل جدا، موديها في حته تانية خالص. لما دعكنا البصله بالبهارات كده ما شاء الله كانت طريقتها جميله جدا. بس دي شكله اهوت. ابدا اقطع لكم واحده كده ونشوفها مستوت مع بعض ولا لا. شايفين ما شاء الله يا بنات، يعني مش مكبوس او ولا معجن، شايفين حبايته مفلفله، كل حبايه ماسكه نفسها كده هيت، مش معجن ولا حاجه ولا حصى ولا اي حاجه، حبايته هيت مهريه هيت. لايك وشير بقى الفيديو لو عجبكم، واتمنى تدعموني واتمنى تشتركوا معايا في القناه.